مرة من أهل السماوة بزمن صدام لعنة الله على صدام تعذب الزوار الحسين بالختلة. أعمامنا وخوارنا اللي قاعدين يعرفون كانت صعبة بزمن صدام أن تعذب للزوار والمسير وهذا الأمر. فتعذب الزوار الحسين بالختلة وعدها بنها صغير تقعد على الشارع تقول له من يجون الحزب تجي تقول له حتى شرد الزوار. ذاك اليوم هاي المرة عندها 20 زاير وبنها غفل، ووصلت اخبارية للحزب اكو 20 زاير بهذا البيت. اجوا الحزب دقوا الباب، المرة ارملة صاحت منو؟ قالوا لها الحزب و20 زاير لا ينضمون ولا تقدر تشردهم. صاحوا عليها فك الباب لا انكسره. المرة تضايقت عذرا بعض الكلمات ما نقدر نقولها. المرة تضايقت صارت بنفاشل ويا الحسين، ذبت شيلتها وطلعت من غير حشم. قالوا لها عندنا اخباريه اكو 20 زاير هنا. قالت لهم لا، هذول ال20 جايين علي. قالوا لها جا ما دامج من غير شرف في مال لا. مشوا الحزب لعنة الله على الحزب وكظوا لهم فرد مسألة على مرة. المرة بيتها قبال السوق، بقوا يشوهون بسمعة المرة 24 ساعة. المرة وصلت بيها المرحلة ما تقدر تروح للسوق، تعرف مرة وعليها سمعة، وبالمخضر يذب حكاية وبالفواكه يذب حكاية. تضايقت المرة. ذاك اليوم المرة وصلت مرحلة ظلت ما تشوف عدل الحسين. مشت للحسين وقفت عند باب الحسين تشكيله، تقول له راسك منقطع بس شاربك موجود. راسك منقطع بس شاربك موجود، قلبك بيه فطر بس انا لا ممرود. انت من العطش وانا على كشف زنود، وانت اعرف يا اشوب هايه. راسك منقطع بس شاربك موجود، قلبك بيه فطر بس انا لا ممرود. انت من العطش وانا على كشف زنود، وانت اعرف يا اشوب هايه. تقول له مو جيت ارد قارن لا متيح الراي، كان بوقتك ارخص منه ماكل ماي، بس هسه سمعت ارخص قباله هواي وتتناقل بيه النمامه. تقول له بس ديونك هواي ارد ارجحن، ولو عد بنات وياي طلعن. بس ديونك مولاي حسين، ديونك هواي ارد ارجحن، ولو عد بنات وياي طلعن. وتشيمت نومس قبالك من فرحن. حل يوم الله يحفظك الله يعزك الله يعزك. قل له مولاي بس ديونك هواي ارد ارجحن، ولو عد بنات وياي طلعن. وتشيم قبالك من فرحن. حل يوم نوفي الديانة شاء الله. والحسين بعد سقوط الطاغية اجوا نفس ال20 زاير. شوف مولاك الحسين ما يعوف صاحبه، ثق بالله مولاك الحسين ما ينسى الموقف وما ينساك. اجوا ال20 زاير. تعرف بعد السقوط المدن تغيرت وعمار، فتيهوا بيت المرة ينجدون عليها. يابا وين بيتهم علي؟ لقاهم زلمة قال لهم عمي شعدكم عند هاي المرة؟ انتم شو زوار وبديكم راية وقصصكم ماكولة من التربة. يابا شبيها هاي المرة؟ عم عليها سمعة. لا واحد ولا اثنين، 20 لقوا عدها. دول عرفوا التاريخ نفسه وال20 هم اشتروا 20 قرآن من السوق وحشموا العرب. قسما بالله وبكتاب الله ال20 احنا. عمو هاي المرة هيك موقفها ويا الحسين،
وهذا موقف هوي زوار الحسين، فزعة العرب. هذا اللي يحن ببيت المرأة، وهذا اللي يتحول منها طبز المجنبي مو من الديرة. شاف المرأة قالها حجية منين ليج؟ حلال ودارج محنة ومال وفلوس وشارة وفخر، منين ليج؟ قالت لهم يما اشتغل بالفايز والله وفقني. الله وفقك شلون حجية؟ الفايز حرام. قالت لهم حرام الفايز اضرب هاي، حرام الفايز اضرب هاي، لكن شفتك استثناء ومو تحريف للقرآن، بس شوف النظر شفناه. حلال الفايز ويا حسين وربك للربح سواه. حلال الله يحفظكم. حرام الفايز اضرب هاي. مجربينها والله، مجربينها، انتم مجربينها. تعطي لك 10,000 للموكب الله يرد لك اياها 30. حرام الفايز اضرب هاي، لكن شفتك استثناء ومو تحريف للقرآن، بس شوف النظر شفناه. حلال الفايز ويا حسين وربك للربح سواه. انت بشرع الله وياك الفايز يتكاثر كل شن الطي. نزولا الطلب اخوي ابو حسن بهاد تميمي، الله يحفظك الله يعزك اخوي طيب. ام البنين تستقبل السيدة زينب بعد رجوع، تقول لها يا زينب اخبريني عن اولادي، كيف أبلى أولادي بالطف؟ هل قاتلوا بما يملي عليهم الواجب بيضا وجهي؟ فتجيبها السيدة زينب قائلة مثل مشية عروس الجيش يمشي مدنق بحدهم، مثل مشية عروس يمشي مدنق بحدهم، ومثل قفالة البيبان الفك حلقا انكفخ عندهم، مثل مشية عروس الجيش يمشي مدنق بحدهم، ومثل قفالة البيبان الفك حلقا انكفخ عندهم. المشط ما يفك حلقه هناك لو مرصد فواحدهم، المشط ما يفك حلقه هناك. الله يحفظك خادم خادم، الله يعزك الله يطول عمرك الله يحفظك، ما عليكم زود. تقلها مثل مشية عروس الجيش يمشي مدنق بحدهم، ومثل قفالة البيبان الفك حلقة انكفخ عندهم. المشط ما يفك حلقة هناك لو مرصد فواحدهم. الطلقة بيك تنخت بلكت بي من ولدك خيط، فتقول لها يا زينب اخبريني بالذات عن العباس، اخبريني كيف خرج العباس. تقلها طلع مثل الشمس ما حد بوجهه يصد، طلع مثل الشمس ما حد بوجهه يصد، بحيث الفارس القابله تراب يرد، وصاحوا ماي لا تطون لا تطون للعباس، وهو احتار يضحك لو يظل يرعد. هو بقصته اذا حطيت حوت يعيش، ياهو قال لك عالمايجة. طلع مثل الشمس ما حد بوجهه يصد، بحيث الفارس القابله تراب يرد، وصاحوا ماي لا تطول للعباس. غشمه ماي لا تطول للعباس، وهو احتار يضحك لو يظل يرعد. هو بقصته اذا حطيت حوت يعيش، ياهو قال لك عالماء.